مع كل تجربة سيئة بتحصل لك بينضرب عليك سهمين، والاتنين بيتنافسوا على أذيتك. الأولاني سهم إجباري لازم هيخبط فيك، وهو سهم الألم من التجربة. أنا معاك إنه سهم مؤلم ومؤذي، لكن للأسف السهم التاني أشد منه ألم. سهم معنوي من الدرجة الأولى، وهو سهم المعاناة من التجربة اللي حصلت لك. الخبر الكويس إن السهم التاني اختياري، بمعنى أصح إن الألم إجباري لكن المعاناة اختيار. وطبعا من حقك تسأل، طالما المعاناة اختيار مين مجنون هيختارها؟ والجواب إن جهلنا بمفهوم المعاناة هيخلينا ما نشوفش أصلا السهم التاني وهو جاي علينا. طيب إزاي أقدر أشوف سهم المعاناة؟ الجواب على السؤال ده هو موضوع كتاب النهاردة، لا تصدق كل ما تفكر به، للمؤلف جوزيف جوين. خليك معايا للآخر لأنك محتاج تسمع كل كلمة هتتقال في الفيديو ده. محتاجين نقلل الدراما شوية واحنا بنتعامل مع تجاربنا ومع معاناتنا. بلاش نفضل نكدس المشاكل واحدة فوق التانية لحد ما تتحول لكوارث. محتاجين نتخلص من تأنيب الضمير وإحساسنا طول الوقت بسوء الحظ. لازم نعرف إننا معرضين كل يوم وفي أي وقت لتجارب سيئة، وبرضه ما ينفعش إننا نحول كل التجارب دي لمعاناة. الدماغ هو العنصر الوحيد اللي بيعيد تشكيل نفسه. التغيير في دماغك هيحصل سواء بمزاجك أو غصب عنك. تعرف ده معناه إيه؟ إننا وإنت بنتغير سواء كنا عارفين أو مش عارفين. دماغنا بتتغير لوحدها. لكن النهاردة بعد ما تفهم وتعرف دماغك بتشتغل إزاي، هتقدر توجه عقلك وتغذيه وتعيد تشكيله بنفسك من جديد بالشكل اللي انت عايزه. وخلينا اشرح لك ازاي الدماغ بيعيد تشكيل نفسه. يعني فكرة جاتلك وخلقت جواك شعور معين، والشعور ده خلاك تاخد قرار. القرار ده هيدخل في حيز التنفيذ ويطلع على شكل تصرفات معينة، والتصرفات دي هيكون ليها ردة فعل منك ومن اللي حواليك. وهنا عقلك هيبدأ يحلل ردود الأفعال دي ويطلع منها ببيانات معينة، والبيانات دي هي اللي بتخليه يبدأ يعيد تشكيل نفسه من جديد بناء على الأحداث الجديدة. أخدت بالك إن كل ده بيحصل جواك بسبب فكرة واحدة بس جت في بالك؟ يعني لو في حد قالك كلمة ضايقتك، الكلمة دي هتخليك تاخد موقف، والموقف هيتحول لقرار مثلا زي إنك تقاطع الناس لأن الناس مؤذية، ويبدأ يتحول القرار ده لسلوك، تصرفات على أرض الواقع، وبالفعل تبدأ تقاطع الناس. ما تفتكرش إن الموضوع لحد هنا خلص، بالعكس ده لسه بيبدأ. لو السلوك ده اتكرر وحسيت إنه مريح وبعدك عن وجع الدماغ والمشاكل، هيبدأ يتحول لعادة، ومع الوقت هيبقى أسلوب حياة، فتبدأ تتأثر علاقاتك بنظامك الجديد. وقتها هتلاقي ضيف جديد بيخبط على بالك، الكآبة والوحدة واللامبالاة المريضة. سلسلة غريبة من الأحداث والأفكار والقرارات والمشاعر والسلوك بتشتغل ليل نهار في تشكيل دماغك من غير ما تحس. طيب هو الموضوع ده خطير قوي كده؟ يؤسفني أقولك أيوة. احنا اتكلمنا عن فكرة واحدة بس دخلت دماغك، لكن الأبحاث بتقول إن الشخص العادي بيمر على عقله أكتر من 30 ألف فكرة يوميا. تخيل لو نص الأفكار دي بس كانت أفكار سلبية، حجم التغيير في دماغك هيكون شكله إيه؟ الخبر الكويس إنك لو نويت هتقدر تتحكم في كل اللي بتفكر فيه، لأنك لو ما انتبهتش لكل كلمة أو رأي بيتقالك، ده تصريح منك لكل من هب ودب إنه يلعب في عقلك ويعيد تشكيله. كل إنسان بيشوف الحياة بزاوية مختلفة بناء على الأفكار اللي في دماغه. يعني لما تدخل كافيه مثلا وتشوف اتنين قاعدين في نفس المكان، نفس الديكور، نفس الكراسي، نفس الموسيقى اللي في الخلفية، نفس ريحة القهوة، لكن وبرغم ان نفس المؤثرات الخارجية اللي حواليهم واحدة، إلا ان كل واحد فيهم شايف الدنيا بطريقة مختلفة، وكل واحد ليه مزاج مختلف عن التاني. لان في عامل مهم جدا وهو السبب في الاختلاف ما بينهم، عامل داخلي، وهي الأفكار اللي في دماغهم. وهديك مثال، لو سألت 100 شخص انت محتاج فلوس قد ايه عشان تبقى سعيد في حياتك، هيجيلك 100 إجابة مختلفة. وده لأن كل واحد بيحسبها من خلال طريقة تفكيره هو، على حسب احتياجه وقناعته وحسبته. رغم ان الفلوس هي الفلوس والسؤال هو السؤال، إلا ان الإجابة هتختلف على حسب طريقة تفكيرنا. لو اكتشفت في يوم ان شعرك بيقع، تفتكر تفسيرك هيكون ايه؟ انك مثلا كبرت وعجزت، ولا نقص في المعادن، ولا بداية مرض خطير، ولا تلوث في المية؟ عندك مليون تفسير وتفسير، بس إجابتك هتعتمد على حسب رؤيتك للموضوع، وعلى حسب إجابتك هيكون رأيك بالنسبة لك حقيقة شخصية.
احنا اللي بنحط لمسة الدراما لكل الأحداث اللي بتحصل لنا في حياتنا. هو ده بالظبط الجو اللي انت بتعيش نفسك فيه. العقل مفيد بس في وقته وفي مكانه المناسب، لكن الإفراط في استخدامه ممكن يتسبب لنا في مشاكل كبيرة. أي إنسان منا عبارة عن جسد وعقل، جسد يغامر وعقل يحدد مخاطر المغامرة علشان يحفظ سلامتنا. المؤلف جوزيف جوين قدم مفهوم بسيط جدا عن الفرق بين الفكرة والتفكير، والفرق ما بينهم هيخلينا نعرف امتى التفكير يكون مضر وامتى يكون مفيد، وبالتالي هنقدر نسيطر على التفكير المضر ونسيب التفكير المفيد يشتغل براحته. وعشان اوضح لك الفرق بينهم خلونا نرجع للسؤال اللي سألناه من شوية: تحتاج فلوس قد ايه في السنة عشان تكون سعيد في حياتك؟ في اللي قال مليون وفي اللي قال 2 مليون. خلينا نقول انك اخترت 2 مليون. طيب لو قلت لك المبلغ اللي اخترته ده اضربه في 5 وتخيل شكل حياتك هتكون عاملة ازاي؟ اجابتك الاولى لما اخترت 2 مليون كانت مجرد فكرة جت في بالك وقلتها على طول بدون تردد. لكن لما قلت لك اضربهم في 5 اديتك مساحة اكبر من التفكير. بدأت تفكر في حجم المبلغ اللي هيغير حياتك. ابتديت تفكر في شكل بيتك وعربيتك ومشاريعك. ابتديت تفكر في السعادة اللي هتكون فيها. وهو ده الفرق بين الفكرة والتفكير. الأول رميت فكرة والتانية دخلت في تفاصيل الفكرة. اللي عايز أوصله لك إن الفكرة مش بتجهد مشاعرك، هي مجرد فكرة وبتعدي. أما التفكير فأنت بتاخد وقت في تحليل الموقف ويبدأ خيالك يشتغل بكامل قوته، فاللي بيحصل إن مشاعرك بتتأثر. عملية التفكير في الفكرة نفسها هي عملية تفسير وتحليل، وهو ده اللي بيسبب المعاناة اللي قلنا عليها في الأول. طيب طالما التفكير في الفكرة هو سبب التعاسة، يبقى الحل أكيد إني أوقف التفكير والتحليل علشان أتخلص من المعاناة دي. الإجابة على السؤال ده جاوب عليه المؤلف بقصة صغيرة جدا، قصة الساموراي وحكيم المدينة. بيقول إن في يوم الساموراي طلع الجبل عشان يقابل حكيم المدينة، ولما وصل وقابل الحكيم قال له: محتاج منك جواب لسؤال مهم جدا في حياتي وحياة كل أهل المدينة. إيه هو النعيم وإيه هو الجحيم؟ لكن الحكيم كان وقتها في حالة تأمل، مغمض عينه وفي عالم تاني خالص. لكنه لما سمع السؤال ظهر عليه الغضب جدا وكشر في وش الساموراي وقال له: انت مش مكسوف من نفسك؟ سؤالك سخيف لانك شخص سخيف، وانا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده. واستمر في توبيخ الساموراي لمدة دقيقة كاملة، واللي خلاه يسكت هو صوت سحب السيف من جراب الساموراي، واللي كان بيستعد عشان يضرب بيه رقبة الحكيم. لكن في اللحظة دي رفع الحكيم ايده وشاور على السيف وقال للساموراي: هو ده الجحيم. انتفض الساموراي لما فهم من الحكيم ان اللي يعيش تحت سطوة الغضب هو جحيم لأي إنسان، هو سبب كل قرار خاطئ ممكن يدمر حياتك وحياة الناس. نزل الساموراي على ركبته كاعتراف بالشكر وعينيه اتملت بالدموع. وقتها شاور الحكيم على الساموراي وقال له: وهو ده النعيم. اللي يطلب منك انك ما تفكرش ده يبقى عايزك تترهب 24 ساعة في اليوم، عايزك تقطع علاقتك بالناس، ما تخططش لأي حاجة، عايزك حتى ما تحلمش. ما ينفعش أي شخص يعيش من غير تفكير، لكن يقدر يقلل من وقت التفكير، أو بمعنى تاني يحجم التفكير. مش كل فكرة في دماغك محتاج انك تقلبها شمال ويمين. انت لا دكتور نفسي ولا محلل سياسي. حاول بس تفوق نفسك كل ما تلاقيك بتتسحب في التفكير. حاول تصطاد الفكرة في دماغك وتقيمها وتشوفها هي تستاهل ولا انت بس عمال تحرق في نفسيتك وأعصابك على الفاضي. هتلاحظ عقلك وهو عمال يدور لك على فكرة يشغلك بيها، كلمة من زميلك ضايقتك، رأي حد فيك زعلك، موقف اتعرضت له وسبب لك إحراج، أي حاجة يسحلك بيها وانت هتروح معاه. افهم المثال اللي جاي ده كويس عشان هنحتاجه دلوقتي. لو انا اديتك ازازة فيها مية بس حطيت فيها شوية تراب ورجتها كويس، فاللي حصل ان المية اتعكرت، وطلبت منك وقتها انك ترجع المية نقية زي ما كانت. ايه اللي ممكن تعمله؟ ممكن تجيب حتة قماش وتصفي بيها المية، او ممكن تفلترها. ماشي، كل دي حلول كويسة، بس اللي معروف عن المية انك لو سبتها لفترة الرواسب كلها هتنزل تحت لوحدها، ومن فوق هترجع المية نقية. مشكلة المية ان لما رجيت الازازة المية اختلطت بالتراب وبقت مية غير صالحة للشرب. عقولنا نقية جدا، مشكلتنا في التحريك المستمر للأفكار المترسبة في قاع العقل. كتر النبش في الأفكار بتعكر دماغك، والمصيبة إنك مش بتكون دريان إنك بتعمل كده. والحل إنك تفهم ده، إنك كل ما بتقلب في أفكارك كأنك بالظبط بترج إزازة المية وتعكرها. لو قدرت توصل للوعي ده
هتقدر تتحكم في كل فكرة بتدور في عقلك. وخليني أختم معاك الفيديو بجملة قالها الكاتب بيقول إن الأفكار بالظبط زي الرمال المتحركة، كل ما تحاول تتحرك عشان تخرج منها كل ما بتغوص فيها أكتر وأكتر. فالحل إنك تهدى وما تعملش حاجة غير إنك تراقب نفسك وتاخد بالك من أي فكرة ممكن تعكر مزاجك. لو كنت وصلت لحد هنا بشكرك على وقتك الغالي، ولو كنت بتحب ملخصات الكتب تابعني وفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، واكتب لنا في التعليقات الكتاب اللي تحب نلخصه لك في الفيديو الجاي. وبس كده.